عليكم، مرحبا بكم في قناة ريسيطاس لولو وصفات لولو. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة، وجبة غداء او عشاء. اليوم غادي نحضروا مع بعضنا واحد الوجبة اللي سهلة وسريعة، والاهم انها اقتصادية، يمكنك تحضريها في اي وقت بغيتي، كتجي مقرمشة ولذيذة. المهم، يمكن الطلبة او البنات ذكور او اناث يوجدوها. كنحتاجوا ثلاثه الحبات من البطاطس اللي كنكونوا حكيناهم من قبل، مع 2 حبات من البصل اللي كنفرموهم او كنقطعوهم رقاق. كل ما قطعناهم رقاق كل ما كتنجح معنا الوصفه اكثر. كنجيب اناء كنوضع فيه 250 غرام من الدقيق الفورس مع الملح حسب الذوق، ومع الماء من الصنبور. الماء كان يعني ما درتش لكم شحال ديال الماء على حساب الفورس، لان كاين انواع ديال الطحين، كاين اللي كيشرب كاين اللي لا. غادي تبقاو تزيدوا في الماء حتى كتحصلوا على خليط بحال الخليط ديال الكيك، ما يكون جاري ما يكون خاتر. هانتوما غتشوفوا النتيجه دابا امامكم. هنا وضعت الملح، غادي نبدا نخلط كيف ما تلاحظوا مزيان. كنجيب اي اداه باش نطرب، يمكن لكم توضعوها في الطحانه او مولينيكس وطحنوها من الاحسن. الا بغيتو تسهلوا عليكم دغا انا طربتها غير بيدي. هانتوما الخليط اللي كنحصل عليه على هذا الشكل بحال خليط الكيك. صافي، تجيب البطاطا اللي حكيت 3 بطاطات مع 2 حبات من البصل اللي قطعتهم رقاق على شكل طولي، هما ما مبينش لكم مزيان ولكن راهم رقاق، مع نص معلقه صغيره ديال البزار، مع معلقه صغيره ديال سكينجبير، مع راس المعلقه ديال الشونيه او الفلفل الحار حسب الذوق، مع معلقه صغيره عامره ديال التحميره، ونص معلقه كبيره ديال الملحه. مع معلقه صغيره ديال الزعتر كنكون حكيته بين يديا وحطيته او وضعته، مع 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ويمكن لكم تضيفوا زيت المائده لكم الاختيار. كنخلط المكونات جيدا حتى كلشي كينسجم مع بعضه كما تلاحظوا. هنا كنجيب لاطه او طاوله كنكون ندخل الفرن، كندهنها بالزيت، كنوضع ورق الطبخ كندهنو بالزيت او الزبده. صافي، وكنفرشها. كنحاول انني نسويها على اللاطه او الطاوه باش ما يجينيش جنب غليظ او رقيق. حنا بغينا من الاحسن انها تكون رقيقه. بالنسبه لطريقه الطهي ديالها، نصف ساعه، هي كتاخذ لنا شي 50 دقيقه بحال هكاك. الفرن كيكون ساخن جيدا، كندخلو على 180 درجه. نصف ساعه الاولى كتكون يعني العافيه مهيله، والنصف ساعه الثانيه كتكون العافيه متوسطه بالنسبه للفرن الغاز. هنا كنوضع الجبن اختياري ماشي ضروري، مع القليل من الزعتر. هنا لما بغيتوش تضيفوا الجبن يمكن لكم تضيفوا صلصه طماطم. هنا غادي ندوز للصلصه اللي غادي نقدم معاها. غادي ناخذ ورق الطبخ اللي غندخلو الفرن، غادي نضيف 10 الفصوص ديال الثوم مع قليل من زيت الزيتون والقليل من الزعتر والكمون.
والقليل من الملح، وغادي ندخلهم يطيبوا الفرن. من بعد ما تيطيبوا غادي نخرجهم ونوريك شنو غادي نحضر بهم، نوريكم شنو غنحضر بهم. صافي دخلتهم الفرن. هنا كيكونوا وجدوا كيف ما تلاحظوا. هنا انا غادي نخلط كاع المكونات ومن بعد غادي نطحنهم. هنا ضعت القليل من الملح مع الثوم اللي طاب من قبل. هنا ضفت دانون مسوس او يوغورت مع 2 معالق كبار ديال مايونيز مع 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. وهنا القليل من الفلفل الحار، هذا توا اختياري، اللي كيبغي الفلفل الحار يديرو، اللي متيبغيش ما يديروش. نصف ملعقه صغيره من الكمون مع القليل من الزعتر. كنخلط المكونات ومن بعد كنضيف عليهم ملعقتان او ملعقه من الحليب وملعقه من عصير الحامض، وكنطحن المكونات باش نوجدوا هاد الصوص المرافق لهاد الوصفه. ندير ملعقه ديال الحليب. صافي كنطحنهم وكنحطهم جانبا حتى كنخرج الطاوه ديالي من الفرن، وغتشوفوا النتيجه كتجي اكثر من رائعه. صافي هنا من بعد ما طابت كتجي مقرمشه ولذيذه، وانتم تشوفوا انها مساويه. كنبقى نساويها بملعقه حتى كنساوي الجوانب، ما تجينيش جهه غليظه وجهه رقيقه. صافي هنا كتكون النتيجه رائعه جدا. غير جربوها وردوا عليا الخبر ان شاء الله. ما كتاخذش بزاف ديال الوقت ومقرمشه. المهم بغيتكم تعطيوها سميه ما عرفتش شنو نسمي هاد الوصفه. هي ما هي بيتزا ما هي خبزه ما عرفتش ما عرفتش شنو نسميها. المهم لكم الاختيار في التسميه. ها نتوما كيفاش كتجي اكثر من رائعه. ما غاديش نزيد نشكرها لكم بزاف، والمكونات في المتناول، والصلصه حتى هي كتجي يا سلام. هنا كنكون وصلت لنهايه الفيديو. كنقول لكم شكرا، الله لا يخطيكم علينا، وما تنسوناش من لايكات وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصحاب. وشكرا، الى فيديو قادم ان شاء الله.